السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة معلومة من الصيدلية. النهاردة هكلمكم عن حاجة يمكن أو مشكلة من المشكلات اللي بيعاني منها كتير من الشباب والشابات وحتى وكبار السن، وكل الناس بتعاني من مشكلة قشرة الشعر. بيجربوا حاجات كتير جدا ودايما يجوا الصيدلية بيسأل عن شامبو طبي لعلاج قشرة الشعر، ثقة منهم إن الشامبوهات الطبية فعلا هي اللي هتجيب نتيجة. في حل في الصيدلية وفي شامبو طبي في الصيدلية من أفضل أو من أكتر الحاجات المختصة في علاج قشرة الشعر اللي هقول لكم عليه النهاردة. هقول لكم على طريقة استخدامه، وهقول لكم كمان على نقط طبية بتساعد كتير جدا في علاج قشرة الشعر اللي هي القشرة الطرية اللي بتبقى لازقة في الشعر دي. خلينا الأول يا ريت لايك للفيديو، تشترك في القناة لو أنت مش مشترك عشان تشوف الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. طيب خليني أقول لك على اسم الشامبو. اسم الشامبو هو نيزابيكس شامبو. نيزابيكس شامبو 46 جنيه، من الحاجات الكويسة جدا اللي طريقة استخدامها سهلة جدا، اللي هتجيب معاك مفعول كويس جدا. طب نيزابيكس شامبو بيستخدم ازاي؟ مرتين في الأسبوع، تدليك غسيل الشعر وتدليكه كده 10 دقايق لمدة أسبوعين أو 3، بعد كده مرة واحدة في الأسبوع لمدة برضه أسبوعين أو 3، وانسى موضوع القشرة ده تماما. مشكلته إن هو بينشف الشعر فهيحتاج كريم بعده، الكريمات العادية أو بديل الزيت العادي اللي هو برضه من الصيدلية. طيب هو مفعوله كويس جدا زي ما قلنا، ممتاز جدا، ولكن في ناس بيبقى عندها قشرة الشعر مش جافة بقى، بتبقى قشرة طرية، بتبقى حاسس ان هو يعني يا دوب بس يمشي ايده كده في شعره ويطلع كل ضوافره قشرة. دي قشرة اسمها قشرة طرية، قشرة ملتصقة بفروة الراس. بتستخدم لها نقط اسمها، طبعا مع الشامبو ده برضو، نقط اسمها كريلا. كريلا نقط هظهر دلوقتي صورتها، رخيصة جدا، حوالي 21 جنيه. 6 نقط صباحا 6 نقط مساء مع تدليك فروة الراس. وعادي ما تغسليش شعرك او ما تغسلش شعرك بعدها، سيب الشعر مفيش مشكله، سرح عادي مفيش مشكله، حط الكريم اللي انت عايزه بعدها مفيش مشكله. كريلا من الحاجات الكويسه جدا الممتازه في علاج قشره الشعر عموما، وخصوصا قشره الشعر الغير متطايره او اللي بتبقى ماسكه في الفروه شويه. يبقى الاتنين دول كريلا شامبو، كريلا نقط، نيزابيكس شامبو، لن تخرج من خلالهم مشكلة أو حل مشكلة قشرة الشعر، وعن تجارب مع عملاء كتير جدا. أتمنى النهاردة يكون الفيديو مفيد، يكون فيديو بسيط، فيديو مش طويل، عشان خاطر تكون استفدت منه. يا ريت لو في أي سؤال عن أي شيء تسيبولي تحت في التعليقات علشان أجاوب عليه إن شاء الله في أسرع وقت. أشوفكم في حلقة جديدة وفيديو جديد، ومتنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. السلام عليكم.